يحاول فيها المنتخب العراقي بالجهة اليمنى، عرضية من حسين بالراس، يا مصطفى ناظم هدف ولد العراق، ولد العراق مصطفى ناظم يسعد هذا المدرج والجماهير العراقية سعيدة بالهدف الأول. أسود الرافدين، أسود الرافدين اللي يتقدمون الآن بعد هذه الكرة العرضية. مصطفى ناظم وكأنه رماها بيده، وكأنه رماها بيده. الدقة في الكرة الرأسية والمحاولة التي انتهت في شباك المنتخب اليمني. المنتخب اليمني صمد وقدم أداء جيد في الدقائق الماضية، بل اقترب من التسجيل. كرة رأسية لمصطفى ناظم اللي تضع المنتخب العراقي، تضع الأسود، تضع هذه الجماهير في المدرج سعيدة بهدف التقدم اللي يسجله المنتخب العراقي في أجواء رائعة في جذع النخلة، والمنتخب العراقي يتفوق بأول الأهداف. الآن مع المنتخب العراقي مباراة رقم 42. كرة منقولة الآن، عرضية عالية لأيمن، أيمن يهيئ تسديده والثاني، الثاني. هلا بيكم، هلا بيكم بالاهداف، نحييكم بالاهداف، نحييكم. هذا رد اللاعبين للجماهير، هلا بيكم هلا. والمدرج الان يستعل مرة اخرى بهدف اخر من امجد عطوان. امجد عطوان هو العنوان في هذه اللعبة، في هذه اللقطة، هذه الكرة والمتابعة والتسديدة على الطاير، على الطاير سددها، اللي دخل بديل لكي يغير النتيجة، لكي يغير النتيجة في الوقت اللي المدرج فيه ولع، المدرج فيه ولع. مدرجات جذع النخلة والجماهير الآن سعيدة بهدف آخر. أمجد عطوان العنوان في هذا المساء يسكوب. هدف آخر للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي ينشد الانتصار والصدارة والتأهل إلى الدور القادم في انتظار القادمين من المجموعة الأخرى. لكن هدف ثاني جميل، فرحة كبيرة في المدرج. اللاعبين اليمنيين يطالبون حكم المباراة بإلغاء الهدف لأن أيمن حسين يعتقدون بأن الكرة لاقت الكاس الغالية اللي واحدة من أهم البطولات في المنطقة بالنسبة لأبناء الخليج. الفائز يأكد على زعامة هذه المنطقة لسنوات قليلة قبل موعد النسخة اللي تليها. لذلك التحديات جميلة، القصص فيها رائعة. هذه البطولة اللي تعيش عامها الثالث والخمسين لقت من الإثارة والأحداث ما نالت قصصها ورواياتها اللي تحكي المعارك الكروية على أرضية الميدان. لا زالت في مخيلتنا إلى اليوم. الآن اتخذ القرار الأوزبكي. شو هو القرار؟ ركلة جزاء ولا ما فيها شيء؟ ركلة جزاء. اسمع المدرج، اسمع المدرج اللي أعلن عنها، المدرج اللي أعلن عنها بصرخة واحدة. الجماهير ركلة جزاء لمصلحة المنتخب العراقي على تنفيذ أيمن حسين. أيمن يضعها، يضعها أيمن، والأسد يظهر، الأسد يظهر، الأسد العراقي يزهر بالثلاثة، يزهر الآن ويسجل الثالث عن طريق اللاعب أيمن حسين. أسود الرافدين، أسود الرافدين يسجلون الآن ثالث الأهداف عن طريق اللاعب أيمن حسين من نقطة الجزاء، يضمنون النقاط الكاملة بالثلاثة. يتصدرون هذه المجموعة، يتصدرون هذه المجموعة بثلاثية نظيفة في الشباك اليمنية. المنتخب العراقي يخرج من ديل أمجد عطوان اللي كان عنوان هذا اللقاء. كرة تعود الآن، محاولة وصلت إلى حسين. الرابع يبحثون عن الرابع، نعم الرابع أيمن حسين، انقض عليها، انقض عليها أيمن، والعراقي ينقض على الصدارة. العراقي نعم هو الأسد، هو الأسد، هو الأسد أيمن حسين، والعراقي سعيد. وهلا بيكم، هلا بيكم، بالأربعة يحيون جماهيرهم. رباعية
عراقية، والأسود في هذا المساء 100%، الأسود في هذا المساء 100%. شوف الكرة من بدايتها من أمجد إلى حسين، وحسين نقلها، والمتابعة من اللاعب أيمن يضع هذا الشباك. هدف رابع يأتي للمنتخب العراقي. 4-0، 4-0. العراق تضرب مرة أخرى بالأربعة في الشباك اليمنية. دربكة كانت حاضرة، يحسب أيضا لأيمن حسين المتابعة. أول لاعب يسجل ثنائية، أول لاعب يسجل ثنائية في نفس المباراة. اللاعب أيمن حسين يحتفل بهذه الطريقة.